تتزايد الضغوط من داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على فرنسا والدول الموالية لسياساتها العسكرية في النيجر بعد انقلاب عسكري وسياسي مفاجئ على فرنسا ومواليها من طرف حكومة تشاد التي أعلنت بأنها ستدعم الحزب العسكري الحاكم الذي أطاح بمحمد بازوم الشهر الفارط في إعلان صادم لفرنسا، وتعلن انضمامها للحلف الجزائري المناهض للتدخلات الأجنبية خاصة الفرنسية التي كتب لها الفشل قبل أن تبدأ، وهو ما يجسده التخبط العسكري لقادة أركان جيش إيكواس بعد عقدهم اجتماعات متتالية دون الخروج بنتائج واقعية ترضي جميع أطراف النزاع في النيجر، في مشهد يؤكد وجود ضغوط تتعرض لها دول مثل كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال من طرف الجزائر وروسيا وأمريكا بمواقفها الرافضة للتدخلات العسكرية الأجنبية خاصة الفرنسية. هذا وأكد رئيس وزراء النيجر المعين من مجلس العسكري الحاكم علي الأمين زين أنه لاحظ التزام تشاد القوي بدعم النيجر في هذه المرحلة، وذلك خلال زيارته للعاصمة تشادية. وقال في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى تشاد: لقد تم الترحيب بنا بشدة وتلقينا نصائح جيدة للغاية، كما لاحظنا التزام تشاد القوي بدعم النيجر في هذه المرحلة الحرجة، وهو السيناريو الأسوأ لفرنسا بعدما أغلقت الجزائر كل المنافذ البرية التي من الممكن أن تجرى من خلالها العمليات العسكرية للدخول إلى النيجر من ليبيا امتدادا إلى مالي. كما أنه من المتوقع أن يكون هنالك تنسيق أمني وسياسي وعسكري ودبلوماسي بين الجزائر ودول المنطقة لمنع أي تهور من شأنه أن ينسف المنطقة ويلغم حدود الجزائر الجنوبية، وهو ما تسعى إليه الإدارة الفرنسية.